أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى مع مهيب إتيكيت. حبايبنا الغاليين، بإذن الله القناة دي يعني مش هتنجح غير بيكم. فأنتوا تعتبروا بالنسبة للواحد يعني أهل، ومهما كانت الروح الرياضية سواء أهلاوي أو زملكاوي، أهم حاجة إن إيه يعني إحنا واخدين الموضوع كله يعني بضحك وهزار. المهم حصل معايا فصل النهاردة من جناب يعني بالنسبة لحبايب قلبنا السنافر، فهنوريكم الأوضاع اللي تحصل. يعني المهم رايح على الكافيه عشان خاطر نحضر الماتش بتاع فرنسا والأرجنتين. وبالنسبة للأرجنتين فألف مليون مبروك للأرجنتين. وأنا كتأييد يعني كنت مؤيد طبعا جميع المنتخبات العربية، بس طبعا بعد الخروج الوطني العربي وخروج المغرب فالصراحة يعني رشحت الأرجنتين للسبب الأولاني، واللي هو ده الأهم، يعني بسبب إساءة فرنسا للرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا دي أنا مش نسيها، ودي يعني حاجة قاعدة طبعا عمرها ما تتنسي يعني. عشان خاطر يعني ذوقوا الإهانة. طبعا الإهانة هتبقى قاسية شوية طبعا هي من ناحية الأرجنتين يعني، عشان خاطر ميسي وبتاع يعني. فالمهم انا رحت طبعا اتجهت على الكافيه عشان خاطر نحضر الماتش، فرحت متاخر يعني كان عندي ظروف شغل يعني، فرحت متاخر. المهم دخلت فلقيت كرسي من قدام في الكافيه فاضي، قعدت يعني وقاعد في واحد جنبي. طبعا قاعد ما قعدت بدقيقتين بالضبط، فواحد ديت فرنسا جابت الهدف الاولاني يعني. فالمهم قاعد جنبي واحد راح قايم وبتاع الله اكبر ومش عارف ايه، ها الاول والثاني جاي وقعد يزيط زيطه كده يعني غريبه يعني حتى ايه. المهم يعني انا بصيت على صاحب الكافيه، صاحب الكافيه بالزملكاوي الراجل طبعا، وراجل انا نعرفه يعني معرفه شخصيه يعني، وراجل مؤيد يعني للعيبه، وراجل روح رياضيه يعني ما يختلفش مع اي حد، ولا ممكن يخسر واحد مثلا من اصحابه ولا بتاع، ولا متشدد. وراجل الزملكاوي زملكاوي من الناس اللي فاهمه يعني. فنبص عليه كده لقيته يا منقب راسه يعني. ففهمت الليله طبعا، يا فهمت الزبده يعني. فالمهم انا اساله نقول له انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ قال زملكاوي. اول ما قال زملكاوي عرفت على طول، فخلاص فمش هينفع نجادل، ده نجادل ليه استغفر الله العظيم. نجادل ليه؟ استغفر الله العظيم، نجادل واحد ما مش فهمان. فنقول له طب ما انت ليه ما قال لي انا من بدايه كاس العالم وانا مشجع فرنسا. استغفر الله العظيم. زملكاوي طبعا. هنقول له ايه؟ المهم قلت نقول لك ده انا مش هينفع ايه نداجل معاه يعني، طب انا عايز نخلص منه. المهم عندي الصوره دي اللي انتم شايفينها اهي. فطبعا رحت عامل ايه انا؟ طلعت التليفون بتاعي وفتحت النت، قلت يا اشوف مين اصحابي فاتح. لقيت واحد، المهم لقيت علي صاحبي فاتح على الواتس. فقلت له يا علي انت وين؟ قال لي انا نتفرج على الماتش. قلت له طب بص علي رن عليا ضروري. قال لي قلت في حاجه؟ قلت له بس رن عليا ضروري. المهم فصل من هاني، قفلت التليفون من الرسائل وحطيتها على الطقطوقه. بس المهم راح عليه رن، على صاحبي راح رن. اول ما رن التليفون طبعا حطيت الصوره دي على واجهه التليفون، اي حد يرن تروح تظهر دي على طول. اول ما شاف دي خد بعضه وطار. استغفر الله العظيم. هقول له خد. المهم خد بعضه ايه، ولقيته مشي حتى ما حسبش بتاع الكافيه. المهم بتاع الكافيه يبص كده يقول لي في ايه؟ قلت له فيش حاجه. فيقول لي انت عملت ليه؟ قلت له عملت لهاش حاجه. وريته الصوره دي راح قاعد يضحك. استغفر الله العظيم. اقول له بس زحمه زي بعض معلش، او هتزعل مني عشان حكايه الصوره. قال انا عارف. قلت له قال لي انا مش قصه زعلان. اقول له عارف هو. قلت له قال لي خد بعضه ومشي، حتى اصلا ما حسبش يعني هو ايه. فنقول له طالب ايه الزحمه؟ قال طالب شاي. قلت له الشاي بتاعي عندي. ف... فيقول لي بس احمد يا عمي، وليه يا عمي عليك انت ولا مش عليك وانت إيه قصتك؟ قلت له عارف بس لولا الناس دي تزعل في الكافيه كله. قال له قلت له نقول لهم يا اخوان المشاريب ديت عندي. استغفر الله العظيم. الاستاذ احمد صاحب الكافيه راح يقول لي ليه؟ قلت له يا راجل. قال قلت له ايه ده انا نكلمه نقول له زملكاوي ولا اهلاوي؟ قلت له قال لي زملكاوي. قلت له لقيته رايح يجادل كده ومش عارف فيها، واحنا المفروض اولى كاس الانديه مكان الاهلي واحنا مش لقيتها هيصدعني. استغفر الله العظيم. قلت له خد يا الاول، انت اولى ايه من الاهلي ولا اولاش من الاهلي؟ اهلي ايه؟ اول ما شاف الصوره دي اتخض هو، قال لك بس خلاص هيحفل على استاذ احمد. استاذ احمد راح نط قال لي والله يا اخي انت مصيبه يا اخي، يا اخي انت مصيبه يا ابو العم. قلت له يا راجل ده حاجه غريبه يا ابو العم، ده حاجه مش وضع يعني الصراحه. ايه ده يا عم؟ ده ايه؟ لا الناس دي هيت يا اخي. فباذن الله ان شاء الله بكره يعني باذن الله ان شاء السميع العليم هننزلوا فيديو على حكايه كاس الانديه ده، نشوفوا حكايه الزمالك اللي يقول احنا اولى ومش عارف فيها وغندور وما غندورش ومرتضى منصور. طبعا هي فمش هينفع ان احنا ايه ان نبين محتوى الفيديو. فباذن الله بكره ان شاء الله
طقطقة عندهم. فيعني بإذن الله انتظرونا غدا إن شاء الله، وما تنسوناش في الدعم يا إخواننا، اللايك. يعني القناة دي بإذن الله مش هتنجح غير بيكم، يعني انتوا طبعا كأهل، والحسابات اللي انتوا فاهمينها. فاللايك بتاعك والله هيفرق معايا جامد، يعني ان انت حتى لو مش عاجبك مثلا المحتوى فده طلب يعني مش امر، يعني ان انت مثلا تعمل. ولنا لقاء اخر باذن الله.